أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن أصدقائي اليوم غادي نتكلموا على القاصرات أو القاصرين. كنعرفوا في القانون ديال المغرب على أنه كيحمي القاصرات والقاصرين، وحتى بالنسبة للناس اللي هما عاديين عندنا في المغرب، يعني عندنا واحد التشدد كبير بالنسبة للقاصرات أو القاصرين. يعني فاش كنتكلموا على شي واحد اللي هو باقي صغير أو هو طفل كنلقاو الناس كلهم خارجين كيدافعوا عليه. ما يمكنش تتكلم على شي واحد قاصر وما تلقاش واحد ردة فعل أو واحد الهجوم من طرف الناس على قبل هذاك الكلام اللي غادي تقول عليه، أو على مثلا على ديك ردة الفعل اللي انت غادي تدير معاه. فكل شيء كيخرج ضدك، كل شيء كيخرج كيعاير، كل شيء كيخرج كيقولك علاش هذاك راه باقي طفل او باقي قاصر، او يعني ما عندوش يعني الفهامه ديال واحد اللي باقي كبير. ولكن فاش كنجيو الموضوع ديال يسرى ستيل، يعني الطفله او الشابه القاصر، كنلقاو على انه كاين واحد هجوم قوي وشديد على يسرى ستيل اللي حاليا هي طفله او شابه مسخوطه ديال الوالدين، شابه اللي هي ضره ديال امها، اللي هي كتحب الحب الجنسي للاب ديالها، اللي هي نعتوها ايضا بانها مافيوزيه، يعني دايره عصابه ودايره، يعني ما خلاو ما قالوا عليها في الكلام. يعني هاد الشابه هادي ما معتبرينهاش هاد الناس قاصر، يعني بالنسبه لهم هي راها امراه، راها يعني عارفه اشنو كدير. يعني هي ما محسوباش مع الشابات اللي باقيين صغارين، ما محسوباش طفله. يعني دابا هاد السيده هذه لا بغينا نقولوا عليها، غادي نقولوا على انهم كيعتبروها يعني ماجور، عارفه راسها شنو كدير، ويعني ما كتنتميش لهذيك الفئه ديال القاصرات. اليوم بغينا نعرفوا شكون يخلي يسرى يعني تتعرض لهذا الهجوم الكبير. بغينا نعرفوا شكون اللي مدعم هاد القنوات اللي هما كيخرجوا وكيطعنوا وكيضربوا في الشرف ديال هاد الشابه هذه، علاش هاد الدساره كامله ديال هاد القنوات وديال هاد المتتبعين هادو، علاش هاد السخط وعلاش هاد الحقد وعلاش هاد الكره تجاه هاد القاصر. الا بغينا نعرفوا السبب غادي نقول لكم، يعني السبب بسيط جدا. السبب هو الام ديالها اللي كتبارطاجي هاد القنوات، الام اللي كتشجع هاد القنوات على انهم كيطعنوا في الشرف ديال البنت ديالها، الام اللي هي كتبارطاجي هاد القنوات. وهاد القنوات حنا كنعرفوهم على انهم الحب الكبير ديالهم فهاد اليوتيوب هذا هو لو بارطاج. يعني فاش كتبارطاجي واحد القناه كيزيدوا العدد ديال المشاهدات، كيزيدوا العدد ديال المتتبعين. فهاد الناس هادو هما يعني كيتسابقوا على انهم يسبوا ويضربوا ويطعنوا في الشرف ديال هاد الشابه هادي، لا لشيء الا لانهم باغيين يطلعوا القنوات ديالهم، عارفين راسهم بانهم الا ما تكلموش على هاد الشابه بالسوء راه ما غاديش يتبارطاجاو وما غاديش يطلعوا لهم المشاهدات. فهاد الناس كلهم اللي خارجين حاليا دابا كيسبوا في هاد الشابه وكيعايروا فيها ويعني وكينعتوها بابشع النعوت، هاد القنوات ما هي الا قنوات مدعمه من طرف الام ديالها اللي احنا اليوم حاليا كيخرجوا كيقول لك حكا راه هاد البنت هذه راه مسخوطه ديال الام ديالها. خاصنا نعرفوا السبب علاش هاد البنت مسخوطه، انا ذكرتها في فيديو سابق وقلت اشنا هو السبب. هي ماشي غير سبب واحد، وانما مجموعه ديال الاسباب اللي خلات هاد الشابه هذه يعني كتكره الام ديالها. وبالنسبه لهذا الموضوع ديال يسرى ستيل مع الام ديالها هو موضوع قديم. هذا الموضوع هذا راهو قديم. بالنسبه للقنوات اللي يلا دخلوا جدادين هما وبعض المتتبعين، يعني تقريبا هذه واحد العام يلا دخلوا هذه القنوات هما وهاد المتتبعين اللي متبعينهم، فما عارفينش اشنو واقع. دخلوا من وسط ديال القصه، ما بداوش من البدايه. هاد القصه هذه كيعود يعني العهد ديالها او التاريخ ديالها الوقيته اللي كانت سالات القصه ديال مربوحه مع اختنا موسى. يعني ديك الوقيته فاش يلاه سالات القصه ديال مربوحه مع الاخت ديالنا موسى، بدات القصه ديال يسرى ستيل مع الام ديالها، واخا اصلا راها كانت قديمه وقدم من هذا الشيء كاع كامل، لانه كانوا نزاعات وكانوا صراعات. وبالنسبه للناس اللي ما عارفينش،
راه الام ديال يسرى ستيل راها عارفه بنتها بانها راها وقع ليها حادث ديال الاغتصاب، هذه راها عارفاها، وديجا هي كانت معاوده شحال من واحد، وديجا كانوا بعض التلميحات وكان في الكلام ديالها كيبان بانها راه كانت عارفه. فالام هذيك القضيه ديال انها سخفات امام المحكمه مع داك زريويل وداك الشيء اللي وقع من بعد وديك الصدمه وحكا راه حكا راه خو بوكريشه اللي هو يوسف حكا اون فوا دخل الحبس على هذيك القضيه، راه صافي راه انا ديك الساعات عاده باش فهمت بانه راه الاخر بانه بوكريشه راه هو المغتصب، وهذا هادشي كلهم حوايج اللي هما يعني غير كلام كيتقال وفقط لا غير. القضيه راها قديمه، القضيه راها بعيده بزاف، وبزاف الناس اللي هما متبعين هذه القضيه هذه راه عارفين هذا الموضوع هذا. فبالنسبه للناس اللي يلاه حلوا وارتحلوا بالنسبه لهذه القضيه هذه، يلا حطوا يعني باش يعرفوا شنو كاين وشنو واقع. راه نتوما راه ما عارفينش القصه منذ البدايه، نتوما دخلتوا من الوسط ديال القصه وباقيين ما عارفين والو. يعني الانسان ما خاصوش يحكم وما خاصو يقول حتى شي حاجه، لانه الام اللي جرات على البنت ديالها وجرات على ولادها ومن بعد بغات عاوتاني ترجعهم بعد مده ديال عام، بغات ترجعهم عاوتاني، ومن بعد عاوتاني بغات تطلق شويه، عاوتاني بغات ترجع شويه. يعني هذه القصه هذه راه كيبان لكم بانه الام راه ما راسياش في حاجه وحده. هذه الام هذه كل مره كتخربق حاجه شكل. هذه الام هذه ما كتبانش لك بانها بحالها بحال الام باقي الامهات. الام العاديه، الام هذا المثاليه اللي كنعرفوها حنا كأم مغربيه، هي الام اللي كتصبر على وليداتها. شنو هو السبب اللي خلاك انك ترمي ولادك ومن بعد تبغي ترجعيهم؟ شنو هو السبب اللي خلاك انك تطلقي من راجل، تمشي تطلقي راسك من راجلك ومن بعد عاوتاني ترجعي ليه؟ شنو هو السبب اللي خلاك انك بقيتي مستتره على القضيه ديال الاغتصاب ديال بنتك، وحاليا اليوم خرجتي درتي لها تشهير وانت كتقولي على انه انت ماشي انا اللي شهرتك، ماشي انا اللي فضحتك، ماشي راه انت اللي فضحتيها، انت اللي خرجتي امام الملأ وخرجتي قدام المحكمه نهار فاش مشيتوا. يعني كان هذيك القضيه تبقى مستوره، كان هذاك الشيء يبقى في القضاء، والقضاء هو اللي غادي يكون الفاصل ما بينك وما بين الزوج ديالك الا كنتي فعلا شاكه فيه. راه القضاء اللي غيفصل في هذا الشيء. يعني القضاء كيعرف كيفاش كيدير في القضايا ديالو، وكيعرف كيفاش يجيب الادله، وكيفاش يعني ضروري غادي يبان الدليل، غادي يبان وغادي يبان الحق في الاخر. انتي ما درتيش هذا الشيء، انتي مشيتي شوهتي البنت ديالك اون فوا دخل هذاك زريويل في هذه القضيه هذه. فشنو درتي؟ خليتي على انه نهار الجلسه الاولى، سمحوا لي راه كنهضر يعني بعصبيتي، فنهار اول جلسه بالنسبه لهذا الموضوع هذا خرج هذاك زريويل واعلن امام الملأ. يعني واش من حقه فعلا انه يعلن امام الملأ انه هذه البنت هذه مغتصبه وقالها قدامك، وانتي عارفه بانه هذيك الطفله راها معرضه للاغتصاب سابقا، وخرجتي ودرتي راسك سخفانه قدام المحكمه ومجموعه ديال من تما بداو المجموعه ديال المسرحيات اللي بديتي كتدير تقومي بهم. والغرض ديالهم راه معروف، كان الغرض ديالهم هو الربح من الادسنس. يعني كنتي باغا تربحي وكنتي باغا تطلعي في بالنسبه لليوتيوب، حيت انتي كما كتدعي وكتقولي انا ما عندي حتى شي غرض، باغا نجيب غير حق بنتي. وهذاك الشيء اللي بغى يجيب حق بنته واللي بغى يجيب الحق كيمشي للقضاء المغربي، لانه القضاء المغربي حنا كنعرفوه الا انه طال الزمن وقصر حتى الا ما كانش هذاك القضاء المغربي غادي يكون قضاء ديال الله سبحانه وتعالى، لانه ربي سبحانه وتعالى وحنا متاكدين من القضاء المغربي وعارفين بانه القضاء راه بالادله وبالبراهين وبداك الشيء اللي غادي يشوف غادي يبان لهم في يعني في الدواسه اللي غيجيو. وبالنسبه للشهود اللي جبتي نتيايا واخا ما عندهمش حتى شي علاقه مع هذا الموضوع هذا، راه غادي تبان الحقيقه. راه قضايا كانوا كبار من هذا الشيء، قضايا اللي هما خطيرين بالنسبه للدوله ديالنا وداك الشيء، وبان اشنو واقع، وبان يعني المتهمين بانوا واش مجرمين ولا ماشي مجرمين، وكل شيء كيتفرش في القضاء. اما بالنسبه لك انتيا باش تخرجي وتحطي داك الشيء امام الملأ وتخرجي وتقولي حقا انا ما فضحتش بنتي، انتي اللي فضحتي بنتك، انتي اللي شهرتي بنتك، انتي اللي جففتي بالعرض ديال بنتك الارض، انتي اللي تكرفصتي على ديك البنت. واليوم كيف ما كتشوفوا كيف ما نعاود نقولها مره اخرى، هذيك راها باقا طفله قاصر
5 في هذا الشهر هذا هذيك الطفله غادي تولي ما غاديش تبقى قاصر، وغادي تولي عندها يعني غتولي تحكم في راسها، وغادي تولي تعرف شنو دير وتعرف دير بزاف ديال الحوايج. حاليا هي باقا قاصر حاليا، وفي الوقيته اللي كانت كتطعن في الشرف ديالها واللي كانت كتضرب، يعني راها طفله. فانا كنقول يعني كنرفع القبعه اليسرى وكنقول لها تبارك الله عليك، لانه هاد الظروف اللي عاشتها وهاد المشاكل اللي عاشها مع الام ديالها وهاد الام اللي كتخرج وكتجي للصف ديال هذوك الناس اللي كيطعنوا فيها وكيضربوا فيها واللي كياكلوا لها في العرض ديالها، فزعما باش تبقاي واقفه بحال هكا وباش تبقاي صابره لهاد الدرجه هذه. فانا كنقول لك تبارك الله عليك، تبارك الله عليك يا يسرى، لانه صعيب بزاف فاش كتجي الدقه من عند شي واحد اللي هو قريب ليك، وخصوصا الا كانت الام ديالك. حنا في الحياه ديالنا والدينا هما السند ديالنا، هما اللي كنعتمدوا عليهم باش كيعاونونا، باش كيوقفوا معنا، باش كيوقفوا لجدنا، باش كيدافعوا علينا. ولكن في هذه القضيه هذه كنلقاو العكس تماما، كنلقاو انه الام كتخرج كتطعن في الشرف ديال بنتها. وبزاف الناس كيقول لك لا حقه هي اللي بدات. واش الام غادي دير راسها في بنتها باقا صغيره؟ ياك كتقولي انت يا انا بناتي عارفاهم بانه بكريشه هو اللي يحرضهم، هو اللي يعني انت خصك تعرفي بانه ديك البنت يعني الا كانت فعلا كيف ما كتقولي محرضه من طرف الاب ديالها، ما خاصكش تخرجي تحاربي معاها، راه خاصك تكوني بالعكس، خاصها تبقى فيك تقولي هذيك البنت مسكينه. وحنا اللي نفرض هادشي، لا فرضنا انه بكريشه فعلا كيحرض هذه البنت هذه، خاصك تقولي وخاصك تبقاي دائما انت كأم. الام هي اللي كتكون كتبغي وليداتها، كتبغي لهم الخير. راه واخا ما عطاش شنو يديروا هذوك الولاد، كتبقى الام عندها الاسم ديال الام وعندها الصفه ديال الام. فبزاف الناس مشاو غالطين، بزاف الناس ما عارفينش القضيه منذ البدايه. انا كنقول لهم ما عليكم الا تمشيو تقلبوا في اليوتيوب، راه باقين اليوتيوب راه كيبقى يعني ما كيتمسحش منه هذاك الشيء. راه هذا هو المشكل اللي كاين في اليوتيوب كيبقى شاد، يعني كيبقى شاهد على العصر. اليوتيوب حاليا ولا شاهد على العصر، يعني اي حاجه درتيها ولا ما درتيهاش، سواء مسحتي داك الفيديو اللي انت درتيه ولا ما مسحتيش، راه كيبقى في التاريخ، راه كيبقى في اليوتيوب. لانه دابا ولاو كيتامبورطاو بعض الفيديوهات، يعني الناس كيحملوا هذوك الفيديوهات وكيبقاو في اليوتيوب. فبنادم على داكشي كنقول لك، بنادم يحاسب ويكونترولي اشنو كيدير باش ما يبقاش هذاك الشيء عندك في التاريخ. راه غدا ولا بعد غدا انسان كيبغي يرجع ويتقى الله ويقول يا رب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كيلقى راسو بانه هذاك الشيء بقى ليه في التاريخ، ما يمكنش انه يتحيد من اليوتيوب. فنتقوا الله في هاد الايام المباركه عند سيدي ربي. و عندي ما غادي نقول، ما عرفش انا واش الناس كيفهموا الهضره اللي كنقولوا لهم او الكلام اللي كنحاولوا نوصلوا لهم، ولا بنادم جالس في دار غفلون. المهم خاصو يشاهد ويتابع. لا، خصك ما تخرج الكلمه من فمك حتى تكون متاكد منها وحتى تعرف راسك شنو كتقول. لانه حنا كنقولوا لكم على انه هذه القضيه هذه راها قضيه قديمه، وهذا الشيء اللي وقع حاليا دابا، هذا الشيء ديال احكا انا ساخطه عليك، وهذا الشيء راه عنده تداعيات، راه عنده كاين شي حاجه اللي قديمه كانت، وهذا الشيء يلاه دابا وليتو نتوما كتشوفوا فيه حاليا. دابا هذا الشيء راه الاخر ديال هذه القضيه اللي كانت. اصدقائي باش ما نطولش عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مباركه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.